عليكم اولى ثانوي. معاكم مس شروق. ان شاء الله احنا هنبقى مع بعض في مراجعه اولى ثانوي باذن الله. اولى ثانوي احنا متفقين تماما ان هي سنه بالنسبه لنا كلنا احنا ما بنذاكرش فيها. ليه؟ اصلا انا باهل نفسي لثالثه ثانوي ولسه طالع من ثالثه اعدادي، فانا مش همسك كتاب. ولكن خليك عارف ان المنهج الجديد دوت محتاج تاسيس كبير جدا، لان انت اللي هتغير كل اللي بعد كده. انت اللي هتغير في ثانيه ثانوي وانت اللي هتغير في ثالثه ثانوي. طيب فبالتالي ماده الانتجريتد ساينس مش هينفع ان هي تتركن باي شكل من الاشكال. طب انا يا مس ركنتها. طيب عشان اقدر احل اي حاجه ريليتد بالساينس لازم اكون عارف حاجتين. اول حاجه فاهم المنهج كويس قوي، تاني حاجه حالل على المنهج ده كتير قوي. طب انا ضيعت وقت ومبقاش عندي وقت ان انا افهم خلاص. ايه الحل بالنسبه لي؟ ان انا كل سؤال اشوفه قدامي هبدا ان انا افهمه بالتفصيل. ان شاء الله احنا هنبدا مراجعه مارس. مراجعه مارس هتكون 6 بارتس باذن الله. كل بارت فيهم هنغطي كل أسئلة الوزارة اللي هي منزلاها، ونبدأ ان احنا نشرحها بالتفصيل سؤال سؤال، علشان ان شاء الله لما تدخل الامتحان بتاعك ما يقفش معاك اي حاجة. يلا بينا. اول نوع من انواع الكويستشنز الموجودة عندك زي الترم اللي فات بالظبط هي المالتيبل تشويس اوف كويستشن او المالتيبل تشويس كويستشنز. هنبدأ ان احنا نتكلم على الأسئلة اللي هي التشويسز ديت ونبص فيها واحدة واحدة. طيب. اول سؤال: Which of the following most accurately describes the biosphere؟ طيب أنا محتاج أعرف يعني إيه كلمة biosphere؟ إيه هو البايوسفير؟ طيب إيه هو البايوسفير؟ هنبدأ واحدة واحدة. يعني إيه كلمة بايوسفير أصلاً؟ إحنا من الترم اللي فات أخدنا إن أنا عندي الأرث بتتقسم لفور سفيرز: الهيدروسفير ومن اسمها كلمة هيدرو معناها ووتر، الاتموسفير وبرضه من اسمها كلمة اتموس معناها جازز، فالاتموسفير هو الايه؟ السفير اللي مليان الجازز بتاعتي. طيب بعد كده عندي الجيو او الليثوسفير. الجيوسفير او الليثوسفير ده اللي هو الايه؟ المرتبط بالارض بالارث. واخر حاجة عندي هو البايوسفير. مين هو بقى البايوسفير؟ البايوسفير هو اللي ليه علاقة بكل الليفنج اورجانيزم. يبقى انا هنا في التشويسز لما اجي اقراها هدور على ايه؟ هدور على واحدة فيهم بتريليت للليفينج اورجانيزمز. طيب نقراهم واحدة واحدة. The layer of gas surrounding the earth. لا، طالما انا بتكلم على الجازز يبقى دي ايه؟ يبقى دي اتموسفير، وانا ماليش دعوة بالاتموسفير. طيب living organisms and their habitat on earth. انا جبت سيرة الليفينج اورجانيزم والمكان اللي هم بيعيشوا فيه. طب دي صح. اللي بعده. طيب the water found on the earth's surface. انا جبت سيرة الووتر؟ لا، انا بتكلم على بايوسفير. ووتر دي الهيدروسفير، ماليش دعوة بيها. طيب يبقى دي كمان لا، يبقى دي غلط ودي غلط. اللي بعده the rocks that form the earth's crust. بتكلم على روك ده اللي هو ايه؟ حاجه موجوده في الارث دي اللي هي ايه؟ اللي هي جيوسفير. يبقى دي كمان غلط. يبقى الاجابه عندي هتبقى نمبر او لتر بي. حلو كده. فالانسر يبقى الانسر عندي لتر بي. طيب اللي بعده question 2. طيب the biosphere is considered an integrated system. يعني ايه كلمه integrated system؟ يعني ايه كلمه integrated system؟ integrated system يعني سيستم ده مش شغال لوحده، ده هو شغال معاه سيستمز تانية عشان يقدر ان هو يمشي كويس ويمشي مظبوط ويمشي بشكل ستيبل. لازم ان انا يحصل عندي انتراكشنز. طيب ليه انا بقول على البايوسفير اللي مليان living organisms؟ ليه بقول عليه ان هو integrated system؟ بقول عليه ان هو integrated system هل علشان كل organism every organism in it lives in isolation from the others؟ هل هو كل واحد فيهم بيعيش isolated يعني alone؟ هل كل واحد فيهم بيعيش alone؟ لا طبعا، استحالة. ما هو لو كان عايش alone مش هيعمل interaction، وطالما ما عملش interaction يبقى أنا كده مش integrated system. طب يبقى دي غلط. It's the largest sphere in terms of geological size. geological size دي أنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على geosphere. أنا مش محتاج geosphere، أنا بتكلم على البايوسفير. يبقى دي كمان غلط. طيب C the survival of organisms depends on complex interactions. هل عشان الأورجانيزم يقدر يعيش لازم يعمل interactions بتكون complex very complex؟ هو بيعمل كده. طيب دي صح. نيجي لآخر واحدة. It contains only rocks. لا، الاونلي روكس ديت، او انا لو هتكلم على الروكس انا اصلا كمان حتى في الجيوسفير انا مش بتكلم على الروكس بس، فانا هلاقي عندي روكس، هلاقي عندي سويل، هلاقي عندي ماونتينز، هلاقي عندي كل الحاجات دي، هلاقي حاجات كتير جدا. يبقى الانسر will be C. تمام. طيب نمبر 3. طيب نمبر 3 بيقول لي ايه؟ طيب ذا بايوسفير، برضه هنتكلم تاني عن البايوسفير، والليسن ده عامه احنا في الاغلب بنتكلم على البايوسفير. طيب ذا بايوسفير interacts with the hydrosphere. يبقى انا عايز حاجه ليها علاقه بالليفنج اورجانيزمز
وعايز حاجه بتتكلم على الهيدروسفير اللي هي الايه؟ الواتر. تمام؟ طيب زي الفل قوي كده. طيب بيقول لي ايه؟ الليفنج اورجانيزمز بريث اوكسجين. الليفنج اورجانيزم ده بايوسفير زي ما احنا متفقين. طب حلو قوي. الاكسجين ده اتموسفير، ما يمشيش معايا، انا مش عايزه. طيب يبقى دي غلط. اللي بعده بلانتس. البلانتس دي living organism او دي بايوسفير. طيب تمام. absorb water from the soil. absorb water ده هيدرو وده اللي انا محتاجه. from the soil ده جيو كمان، ده هو مديني حته كمان زياده. طيب دي تمشي. C. mountains are formed from rocks. ماليش دعوه، ماليش دعوه، انت هنا بتتكلمي على الجيوسفير وانا مش عايز حاجه لها علاقه بالجيوسفير. wind moves in the atmosphere. هنا انت بتتكلمي على الاتموسفير وانا مش محتاج حاجه عن الاتموسفير، يبقى الانسر will be letter B. حلو كده؟ طيب يبقى الانسر هنا هتكون letter B. اللي بعده number 4. in the ecosystem. في الايكو سيستم عندي sunlight represents a or an dots. طب تعالى نبص على السانلايت. تعالى نبص في الاول خالص على الايكو سيستم. مين هو الايكو سيستم دوت؟ بص يا سيدي، انا عندي حاجه اسمها تروفيك ليفل. عندي حاجه اسمها تروفيك ليفل. ايه هو بقى التروفيك ليفلز ديت؟ بيقول لي ان الليفنج اورجانيزمز كانت مترتبه في الاول. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي اورجانيزم عايش لوحده بقول عليه اورجانيزم او بقول عليه انديفيدوال. يعني ايه؟ هو عايش لوحده من غير الجروب بتاعه. طيب لو اتلموا شله من نفس السبيشيز، لو اتلموا شله من نفس السبيشيز، ساعتها ما بقولش عليه اورجانيزم، بقول عليه population. يبقى تاني انا بدات عندي ان انا عندي الليفنج اورجانيزم ده عايش لوحده، فبقول عليه individual او بقول عليه اورجانيزم. اتلم منه شويه صحاب شبهه كده فقلت عليهم ايه؟ population. طيب انا عندي population شبهي، population شبهه، population شبهه، population شبهه. طيب البوبيوليشنز الكتير دي تبدا تعمل لي ايه؟ تبدا تعمل لي community، تبدا تعمل لي community. انا كل ده جبت سيره حاجه غير الليفنج اورجانيزمز؟ لا، كل ده انا بتكلم على شويه living organisms. طيب بدات بقى ان انا احط معاهم روك، بدات ان انا احط معاهم soil water and كل الحاجات دي بقى اللي هي non living things. ساعتها بقول عليها ايكو سيستم. يبقى لما هو يجي يقول لي ايكو سيستم يبقى انا هيجي في دماغي على طول ايه؟ ان انا عندي حاجات هنا living وحاجات non living. الحاجات الليفنج بقول عليها living organisms او بقول عليهم biotic factors. يبقى تاني، يعني ايه كلمه biotic factor؟ biotic factor يعني حاجه living. يعني ايه يا مس برضو حاجه biotic؟ ويعني ايه كلمه حاجه living؟ يعني تقدر تعمل growth، تقدر تكبر، تقدر تعمل nutrition، تقدر تاكل، تقدر تعمل respiration، تقدر تتنفس، تقدر تعمل reproduction، تتجوز وتخلف، تقدر تعمل نيوتريشن، تاكل وتشرب، مش فاكره قلتها ولا لا، تقدر تعمل ريسبيريشن وتتنفس. كل الحاجات ديت بقول عليها بايوتيك فاكتورز. طيب اللي ما بيعرفش يعمل بقى، اللي ما بيكبرش وما بياكلش وما بيشربش وما بينامش وما بيتحركش وما بيكبرش، ما بيعملش كل الحاجات دي، بقول عليه ايه بقى؟ بقول عليه ايه؟ بايوتيك فاكتور او بقول عليه نون ليفينج ثينج. يبقى لما يجي يقول لي السانلايت، طب هل السانلايت دي يا مس بتكبر؟ لا. طب هي بتنام، بتصحى، بتتحرك، لا ما بتعملش اي حاجه من ده، فبقول عليها ساعتها ايه؟ ان هي ايه؟ بايوتيك فاكتور. البايوتيك فاكتور دي خلاص الليفنج، يبقى هتبقى انسر letter C. Number 5. When individuals، السؤال ده مهم جدا لان ده اللي كنا بنشرحه من شويه. طيب when individuals اهوت of the same species، انا عندي اكتر من individual، اكتر من organism لنفس السبيشيز، نفس الشله، تمام؟ اللي كل الجروب دوت، الشله الحلوه دي بتليف ان سيم بليس، عايشين في نفس البليس، عايشين في نفس التايم، في نفس الوقت، وبيعملوا انتر اكشن توجذر علشان يلاقوا الفود. ساعتها بقول على الناس دي ايه؟ بقول عليهم population، بقول عليهم population، بقول عليهم population. لازم احفظ الترتيب بتاع الترافيك ليفلز، يبقى انا بقول عليهم population. Number 6. Number 6 بيقول لي which of the following examples، هو هنا مديني شويه examples كده هبص عليهم. بيقول لي انهي example من دول illustrates an interaction between biotic and abiotic factor. يعني عايز في الاكزامبلز دي حاجه living وحاجه non living بيعملوا interaction together. يلا بينا. a lion، اللاين ده biotic، حلو كده جدا. طيب preying on a deer، اكل الدير. طب ما الدير ده كمان biotic، صباح الفل، مش ده اللي انا عايزه، يبقى دي غلط. B. A plant، البلانت ده biotic. Absorbing sunlight، طيب ده abiotic، حلو قوي. Producing its food، طيب دي مظبوطه، ادي فيها البايوتيك وفيها الابايوتيك، والاثنين عملوا مع بعض، اشتغلوا مع بعض عشان اجيب الايه؟ الفود اللي انا محتاجه. طيب C. A fruit decaying due to fungi،
الفنجاي اكلت الفود لحد ما خلته بقى رطن. ده ايه؟ ده ملوش اي دعوه باي حاجه، ده بايوتيك. اهو الفنجاي هي اللي عملت الكلام ده، مفيش انتر اكشن بين البايوتيك والايبايوتيك. طيب دي the formation of community of bird in the forest. لما بدأت البيردز تعمل كوميونتي في الفورست، هل ده برضو هنا ليه لازمه بالنسبه لي؟ لا، مش ده اللي انا عايزه. انا عايز حاجه هم تشاركوا فيها عشان يخلوني عارف اعيش، اللي هي الايه؟ اللي هي نمبر بي او لتر بي، ان البلانت هيبدا يابزورب السان لايت. البلانت كبايوتيك فاكتور هيبدا ان هو يابزورب السان لايت كايبايوتيك فاكتور عشان يقدر ان هو ايه؟ يعيش. طيب نمبر 7. Plants are considered autotrophic organisms because they. طب قبل ما اتكلم خالص في اي حاجه، قبل ما ابص على التشويسز خالص، لازم اكون فاهم يعني ايه كلمه autotrophic organism. الاورجانيزمز عندي بتتفق او بتنقسم عندي لحاجتين. ممكن الليفنج اورجانيزم دوت يبدا ان هو يعمل اكله بنفسه، جدع كده وشطور. يعني ايه يعمل اكله بنفسه؟ يعني هيقوم ياخد ده يطبخ؟ لا، مش هيقوم يطبخ. امال هيعمل ايه؟ هو بيبدا ياخد حاجه اسمها ان اورجانيك سبستنس. بيبدا ياخد حاجه اسمها ان اورجانيك سبستنس. يعني ايه كلمه ان اورجانيك سبستنس؟ ان اورجانيك سبستنس يعني دي سبستنس ما فيهاش لا اتش سي ولا اتش مع بعض. يعني ايه؟ احنا اجسامنا، جسمنا كله عباره عن حاجات اسمها اورجانيك سبستنس. ايه هي الاورجانيك سبستنس دي؟ مينلي هتلاقي فيها كربون وهيدروجين مع بعض. لازم. ممكن تلاقي سبستنس ثانيه، ممكن تلاقي اليمنتس ثانيه معايا. ممكن تلاقي كربون وهيدروجين واكسجين زي الكربوهيدرات مثلا. ممكن تلاقي كربون وهيدروجين ومينلي مثلا عندك النيتروجين، البروتين مليان نيتروجين. تمام؟ كل الكلام ده حلو، لكن مينلي اللي موجود فيه ايه؟ كربون وهيدروجين. حلو كده؟ حلو قوي. طيب فانا علشان اجيب المواد اللي فيها كربون وهيدروجين اللي هتديني بعد كده انرجي وتخليني اكبر وتخليني اعمل كل الليفنج بروسيس بتاعتي، لازم مينلي ان انا اخدها من بره. طيب يا اما انا هبدا اعملها بنفسي، هقف كده زي البلانت ابص للشمس شويه اتشمس، والشمس الحلوه دي هي اللي هتديني الانرجي بتاعتي. طب وده بيحصل ازاي؟ كان بيحصل عن طريق الفوتوسينثيس بروسيس. كان ايه اللي بيحصل في الفوتوسينثيس بروسيس؟ كانت البلانت بتقف تاخد الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد فيها كربون بس ما فيهاش كربون وهيدروجين مع بعض، فده ان اورجانيك سبستنس. وتاخد الووتر اللي فيها هيدروجين بس ما فيهاش كربون H2O، وكانت بعد كده تاخد السانلايت، تابزورب السانلايت وتفورم الفود، تعمل الجلوكوز بتاعها. تمام؟ طيب ساعتها بقول على الليفنج اورجانيزم ده بقول عليه ايه؟ اوتوتروفيك اورجانيزم. بقول عليه ايه؟ اوتوتروفيك اورجانيزم. طب ليه بقول عليه اوتوتروفيك اورجانيزم؟ بقول عليه اوتوتروفيك، كلمه اوتو معناها اوتوماتيك، بيعمل حاجته بنفسه. تمام؟ طيب فاوتوتروفيك اورجانيزم هو مش محتاج لحد، هو مش محتاج حد يعمل له الاكل بتاعه، لا ده انا هقعد وهعمل الاكل بتاعي وهاكل وهاكلكم كمان. طب لو انا لقيت حد ياكلني يبقى اسمي ايه؟ يبقى اسمي هيتيروتروفيك. يبقى انا لو عملت اكلي بالفوتوسينثيس بروسيس انا اسمي اوتوتروفيك، زي البلانت وزي سم بكتيريا. عندي انواع من البكتيريا زي الجرين والبلو بكتيريا بتعمل اكلها برضو ايه؟ بالفوتوسينثيس بروسيس. يا اما انا هبقى هيتيروتروفيك اورجانيزم زينا كده، انا بتغذى على اي حاجه، انا ببقى يعني ايه؟ بتطفل، لقيت اكل هنا هاخده اكله، انا مش هقعد اعمل اكل انا. تمام؟ طيب فانا عايز اعرف ليه البلانت دوت اوتوتروف. يلا بينا. هل هو بيكونسيوم other organism to obtain energy؟ هو الراجل ده ليه ولا ليه لا في الطور ولا في الطحين، ما بياكلش حد ولا ماليه دعوه بحاجه، هو قاعد في حاله بيعمل اكله بنفسه ومرتاح على كده، يبقى هو مش بيعمل consume. طيب تاني، obtain their food only from salts and minerals. بيعمل اكله الفود بتاعته من حاجتين بس، السولتس والمينرالز اللي بياخدها من السويل بس. هو البلانت بياخد الحاجات دي بس عشان يقدر يعمل الفود بتاعه؟ لا طبعا، ده بياخد حاجات تانية كتير جدا. اتفقنا بياخد كربون دايوكسيد وبياخد ووتر وبياخد سانلايت، والووتر طبعا بيكون فيها المينرال سولتس. طيب نمبر 3 او سي، produce their own food. اتفقنا على كده from inorganic substance. دي اكتر واحده صح فيهم، دي اكتر واحده صح فيهم. طيب دي rely on fungi for food decomposition. هو بيعتمد على الفود decomposition بتاعه على الفنجاي. ما طبيعي ان هو هيبقى محتاج decomposer عشان يبدا ان هو يحلله، ولكن ما كل الليفنج اورجانيزمز محتاجه decomposers في الدنيا. تمام؟ فهو مش اوتوتروف عشان كده، فهتبقى الانسر تبقى سي. تمام؟ so number 7 will be C. طيب number 8. طيب which of the following process represents the conversion of light energy into chemical energy؟ هي اللايت انرجي دي جايه منين؟ لازم تبقى عارف ان اللايت انرجي اللي انا بتكلم عنها هنا هي جايه من السان لايت.
حلو كده، جايه من الصن، فانا هنا بتكلم على الصن لايت. طب والكيميكال انرجي اللي انا بتكلم عنها دي هي اللي موجوده عندي في الفود. طب وهو مين الوحيد في الدنيا اللي يقدر ياخد الصن لايت دي ويحولها لي الفود وانا اقعد اكلها؟ مين؟ البلانت. طب هو كان البلانت عشان يقدر يعمل البروسيس دي كان بيعمل ايه؟ هل كان بيعمل سيلولار ريسبيريشن؟ لا بالعكس، ده الريسبيريشن انا باكل وبطلع منها انرجي. تمام؟ فلا مش دي، مالهاش اصلا علاقه باللايت انرجي. طب هي الفوتوسينثيس بروسيس؟ هي الفوتوسينثيس بروسيس بتحصل لما بيبقى عندي سان لايت اصلا. طيب هل هي الاورجانيك ديكومبوزيشن؟ مالهاش اي علاقه، مش باخد فيها لايت ولا اي حاجه، ماليش دعوه بالكلام ده. طيب دايجيشن؟ لا برضه مالهاش لازمه. يبقى الانسر عندي will be letter B. تمام كده؟ طيب الانسر B. نمبر 9 هيبدا بقى يديني شويه اكزامبلز كده حلوه. بيقول لي انا عندي تري او سوري عندي فورست. الفورست دي مليانه تريز، مليانه انسكتس، مليانه بيردز. حلو كده، موجوده فيها اكتر من حاجه، اكتر من بوبيوليشن. يعني انا عندي جروب من التريز وجروب من الانسكتس وجروب من البيردز. افتكر معايا انا قلت لك ايه؟ قلت لك انا قاعد لوحدي، انا اسمي انديفيدوال او اسمي اورجانيزم. لميت صحابي وبقينا شله بقى اسمي بوبيوليشن. شلتي وشلته وشلتهم بقى اسمنا كوميونتي. يبقى الانسر ويل بي الكوميونتي. هنا طبعا مش هتنفع بوبيوليشن عشان انا عندي هنا اكتر من ليفنج اورجانيزم، مش هتنفع انديفيدوال عشان انا عندي هنا شلل كتير جدا. كوميونتي تمشي، البايوم لا مش هتمشي لان البايوم ده هو جروب اوف كوميونيتيز. فالانسر ويل بي بي. طيب نمبر 10. طيب which of the following levels، هنتكلم برضو على الليفلز عادي جدا زي ما احنا. which of the following levels represents a collection of multiple species group من species كتير جدا، مجموعة من السبيشيز كتير جدا حواليا وكلهم living فين وبيعملوا interacting مع area. طب تعالى كده، طالما انا جبت سيره الانتراكشن بتوين حاجه ليفنج او الليفنج اورجانيزمز والاريا اللي هم عايشين فيها او الهابيتات اللي هم عايشين فيها، بقول عليها ايه؟ ايكو سيستم. بقول عليها ايه؟ ايكو سيستم. مهمه قوي دي. طالما جت سيره النون ليفنج ثينجز باي شكل من الاشكال، قلتها صراحه، قلت لك ايه بايوتيك، قلت لك ان انا هنا بعمل انتراكشن بتوين ذا ليفنج اورجانيزم اند الهابيتات اللي هو عايش فيها او الاريا اللي هو عايش فيها. طالما جبت سيره الانتراكشن اللي بيحصل يبقى انا بتكلم على الايكو سيستم، مش بتكلم على الاورجانيزم طبعا لان انا قلت انا عندي اكتر من السبيشيز. مش بتكلم على البوبيوليشن، انا برضو عندي مالتيبل اوف سبيشيز. البوبيوليشن بتكون من نفس السبيشيز ومش كوميونتي لان هم ايه؟ انا عملت هنا interaction between them. فالانسر will be D. تمام كده؟ طيب 11. Which of the following organisms can perform photosynthesis؟ تعال نبص ونشوف مين من دول يقدر يعمل photosynthesis process. يلا بينا. اول حاجه الفنجاي. لا الفنجاي دي مش بتعمل فوتوسينثيس بروسيس لان الفنجاي دي مش اوتوتروف او مش بروديوسر. الفنجاي دي بقول عليها ديكومبوزر. تمام؟ فديكومبوزر دي موجوده عندي في الاخر خالص، هي مش بتعمل فوتوسينثيس بروسيس، هي بتروح تاكل في الايه؟ في الديد بوديز. طيب البرايمري كونسيومر ده من اسمه كونسيومر يا عم، كونسيومر ده هياكل الحاجات اللي حواليه وده اللي بنقول عليه الهيربيفيرس اللي هو بياكل عندي البلانتس. تمام؟ طيب هل هو الهيربيفيرس نفس الكلام؟ دول البلانت ايترز اللي هم البرايمري كونسيومرز. اخر واحده عندي هي الايه؟ some specialized bacteria. some specialized bacteria هي some specialized bacteria. طب ليه يا ميس قلتي عليها ان هي دي اللي صح؟ لان انا قلت لكم ان انا عندي البلانت بيعمل الفوتوسينثيس بروسيس او بيعمل الاون فود بتاعه، وكمان عندي انواع كتير من البكتيريا وخصوصا البكتيريا البلو والجرين بكتيريا، دول بيعملوا الايه؟ الفوتوسينثيس بروسيس عشان يعملوا their own food. So the answer will be D اللي هي some specialized bacteria. طيب 12 نفس الكلام تاني. plants are classified بيحصل لها لما بعمل لها classification بعمل لها classification according to الفود، يعني بلاقي ان هي autotroph. طيب ليه قلت عليها كده؟ هل لان هي بتكونسيوم الاورجانيك ماتر from the soil؟ ماشي. هل هي بتكونفيرت الانورجانيك ماتر into energy storing an organic compound؟ لما جيت انا خدت عندي CO2 كربون دايوكسيد وخدت عندي الووتر 6 molecules of carbon dioxide و 12 molecules of
اوف واتر، وهحط على الارو بتاعي السان لايت، خدت السان لايت كمان، هيطلع لي الناحيه الثانيه هيطلع لي طبعا C6H12 اللي هو الجلوكوز O6 بلس ووتر، طبعا بيطلع لي ووتر وكمان بيطلع لي اكسجين. تمام، يبقى انا هنا اخدت الان اورجانيك ماتيريالز اهي او الان اورجانيك سبستنس، بدات ان انا اطلع منها ايه؟ اورجانيك سبستنس اللي هو الجلوكوز اللي هو الفود بتاعي. طيب ده بي. طب تعالى نبص على سي. absorb الاكسجين to produce glucose. هو مش بياخد اكسجين، هو بيخرج لي اكسجين في الفوتوسينثيس بروسيس. عشان هتاخدها في سيلر ريسبيريشن. في الفوتوسينثيس بروسيس انا مش باخد اكسجين، انا باخد كربون دايوكسيد. طيب survive without water، يقدر يعيش من غير ميه؟ استحاله طبعا. يبقى انا الانسر عندي will be B. تمام. So the answer will be B. طيب. Question 13. Two fibers in food are classified as dots energy. تعال نبص الاول مين هم التو فايبرز دول. التو فايبرز دول عباره عن سيلولوز. تمام. طب السيلولوز ده كان بيحصل فيه ايه؟ او السيلولوز ده كان موجود ليه؟ افتكر كده، السيلولوز ده كان موجود عشان كان بيخزن الويست بتاعتي. تمام. يبقى لو جيت بصيت هنا، هل هو lost as heat؟ لا، هو مش بيطلع بره، الانرجي دي مش بتطلع بره. طيب هل هو used to movement؟ التو فايبر بيستخدموا للموفمنت؟ لا. طيب resulting from respiration، هل كان بيطلع مني في respiration؟ برضه لا، ما كانش بيطلع مني في respiration. طب هو stored in waste energy؟ ده بيتخزن عندي ك wastes. So the answer will be D. اللي بعده number 14. يلا number 14 واحدة كده. A farmer، عندي farmer. الفارمر ده noticed that his crop grows better in soil rich in earthworms. السويل دي مليانه شويه ديدان حلوه كده، فهو لقى ان الكروبس بتاعته بتزيد بشكل كبير جدا compared to soil without it، من غير الايه. لما لقى برضو، لما عمل comparing between السويل دي وسويل تانية، لقى ان الكروبس بتنمو هنا اكتر. طيب which of the following statements applies the concept of interaction between البايوسفير والليثوسفير؟ طيب تعال نشوف مين فيهم بيقول لي البايوسفير والليثوسفير مع بعض. يلا بينا. الورمز بتعمل absorption للsunlight and transfer it to the plant roots. طيب البلانت روتس دي البايوسفير عادي جدا، لكن هل الsunlight دي ليثوسفير؟ لا، يبقى دي مش معايا. طيب تعال نشوف الورمز تعمل ايه تاني. worms release النيتروجين جاز، بتطلع لي نيتروجين جاز، ده اتموسفير مبدئيا كده، وده مش انا محتاجاه. directly into the atmosphere، مش ده اللي انا محتاجاه ومش ده اللي انا عايزاه. C. worms aerate the soil، بتاخد السويل او بتعيش في السويل، ادي ديت الجيوسفير، تبقى موجوده في السويل and decompose organs matter with that. الاورجانيك ماترز دي اللي هي الايه؟ البايوسفير، اللي هي الديد بوديز. لما احنا بنموت وبنتدفن تحت التراب، مين اللي بيجي يكون الديكومبوزرز ديت؟ ليه؟ عشان تبدا ان هي تريتيرن كل النيوترينتس اللي كانت موجوده في جسمي تاني للارث، فلما توصل تاني للسويل وتيجي بلانت تاني تتزرع، هتبدا تاخد الايه؟ النيوترينتس اللي كانت موجوده في جسمي، هي سايكل. تمام. طيب فدي تنفع سي. طب اللي بعدها روكي سويل دي انا بتكلم هنا في جيوسفير. events worms from moving with protects the plant، مالهاش اي علاقه، ماليش اي دعوه. ماشي، انا هنا عملت interaction between البلانت الروكي سويل يعني، ولكن مش دي لازمه الايه؟ مش دي لازمه الارث وورم اللي انا جبت سيرتها فوق. يبقى الانسر will be C. طيب اللي بعده question 15. which process represents the only pathway ونركز على كلمة only pathway for water، تمام، from البايوسفير، عشان ابدا اعمل ترانسفيرنج للواتر من البايوسفير للاتموسفير. يبقى انا كده هوصل ما بين مين ومين؟ هوصل ما بين البايوسفير والاتموسفير. طب انا ازاي بوصل لهم ده ومين؟ انا بتكلم على مين؟ ده انا بتكلم على واتر. تمام. تعالوا نشوف البلانت كان بيعمل ايه عشان يطلع لي الواتر دي بره. يلا بينا. احنا اتفقنا ان البلانت كان وهو جاي ياكل بيبدا ان هو يعمل ايه؟ بيبدا ان هو ياخد اكسجين ياخد كربون دايوكسيد، انا اسفه، ياخد كربون دايوكسيد من الجو ويطلع لي اكسجين. كان بياخد الواتر من الارض. يبقى مش ده اللي انا عايزاه. يبقى انا هاجي هنا اشوف كلمه فوتوسينثيس اقول لا يا جماعه مش ده اللي انا عايزاه.
طيب تعال نشوف الريسبيريشن كمصطلح ريسبيريشن، انا باخد اكسجين وبخرج كربون دايوكسيد، انا ما جبت سيره الوتر في حاجه. تعال هنا نبص هنا ديكومبوزيشن، هل الديكومبوزيشن جبنا سيرته؟ هل الديكومبوزيشن ليه لازمه قوي في الموضوع دوت؟ لا مش عايزه اتكلم على الديكومبوزيشن، لان الديكومبوزيشن دي اصلا دي بروسيس بيعملها ديكومبوزرز، كائنات معينه عايشه بشكل معين في مكان معين بتعمل الكلام ده، ملوش اي علاقه بالبلانت. طيب تعال نبص على الترانسبيريشن. كان ايه بقى حوار الترانسبيريشن دوت؟ الترانسبيريشن ده افتكر كده كنا دايما نقعد نقول لك ايه، ان البلانت او الليف بيكون فيها فتحات كده، الفتحات دي كان ليها اسم، كان اسمها استوميتا. كان اسمها ايه؟ استوميتا. طب هي الاستوميتا دي كانت بتعمل ايه؟ الاستوميتا دي كانت مهمتها ان هي بتفتح وبتقفل عشان تطلع الجازز اللي داخله وطالعه. طيب لما كانت بتبقى الدنيا حر قوي كانت بتبدا ان هي تعمل ايه؟ كانت بتبدا ان هي تطلع واتر فيبر. تمام؟ كنا حتى بنقعد نقول ان هي كأن البلانت بيعرق، تمام، بيطلع ووتر فيبر. طب هو الووتر فيبر اللي طالع ده طالع ازاي؟ بيبقى ده اوريدي المفروض درستوه في ليسون 2، ان هو بيطلع بسبب ايه؟ الكوهيجن والادهيشن والترانسبيريشن بروسيس اللي بتحصل للبلانت، عشان ابدا ان انا اطلع الميه للليفز، بالتالي الليفز تقدر تعمل الفود بتاعي. ما انا هوصل في الاخر الميه من السويل دي للليف دي ازاي؟ ده السويل تحت خالص والروت تحت خالص والليف فوق خالص. طب انا هوصل كل ده ازاي على بعضه؟ بتكون عن طريق الترانسبيريشن. لما ببدا ان انا افقد شويه من الميه اللي عندي كووتر فيبر، يعني بيبدا ان هو يسحب من تحت، فالانسر هتبقى طيب هنا الانسر طبعا متشفته، فهي مش هتبقى ريسبيريشن، هي مش هتبقى ريسبيريشن عشان هي متشفته هنا قدامي، لا هي مش هتبقى ريسبيريشن، لان احنا اتفقنا ان الريسبيريشن بتكون بسبب الجازز، او بتكون بتطلع لي وبتدخل لي كربون دايوكسيد واكسجين جاز بس، لكن انا هنا هتكلم على ايه؟ على الترانسبيريشن، فالكوريكت انسر هي هتبقى ترانسبيريشن. اللي بعده number 16. What makes a lake is balanced ecosystem. تعال نشوف ليه الليك عندي بقول عليها ان هي balanced ecosystem according to you have studied. تعال نشوف احنا ليه قلنا عليها ان هي كده according to الحاجه اللي انا درستها. طيب the presence of fish only، في كلمه only يا عم ما تنفعش، ده انا بقول لك ايكو سيستم يعني انا عندي اكتر من سبيشيز، يعني انا عندي ابيوتيك فاكتورز كتير جدا ومتنوعه، يبقى دي غلط. طيب the depth of water ملوش اي علاقه، الايكو سيستم ملوش اي علاقه بالدبث او الهايت او الكلام ده. طيب the connection of the atmosphere لا برضو مش ده اللي انا عايزاه ومش ده اللي انا بدور عليه. طيب لكن the exchange of matter and the energy between biotic and abiotic، انا هنا كاني بقول لك ايه؟ كاني بقول لك interaction between biotic و abiotic، او كاني بقول لك the interaction between the living organisms and the surrounding area. جبت سيره ايه؟ المشاركه بتاعتهم او الاكستشينج. لازم طالما عندي واحده فيهم يا اما كلمه exchange يا اما كلمه interaction على طول افتكر مين؟ افتكر الايكو سيستم. تمام كده؟ فالانسر will be دي. طيب اللي بعده 17. which of the following is expected to occur in the absence of decomposers from the ecosystem. تعالى كده نتخيل مع بعض، انا قاعد في امان الله، نمنا صحينا في يوم من الايام لقينا ان انا ما عنديش حاجه اسمها ديكومبوزرز تاني خالص، ما بقتش موجوده خالص. طب هي الديكومبوزرز دي كانت بتعمل ايه اصلا؟ افتكر معايا، كنا دايما معروف ان الديكومبوزرز دي بتنظف الارث. بتعمل ايه؟ بتنظف الارث. يعني ايه؟ يعني انا عندي بلانت مات، لو سبت البلانت ده من غير ما حد ياكل فيه ويفتته ويحلله ويرجع لي كل النيوترينز دي تاني للارث، يبقى انا يا نهار اسود بجد. اصل انا كده عملت ايه؟ عملت accumulation للويستس. انا كده هنبقى ماشيين حرفيا على الجثث. لو انا عندي المنظر ده، لو انا ما بقاش عندي ديكومبوزرز، يبقى انا ايه اللي حصل عندي؟ انا ماشي على جثث، ماشي على جثث بلانتس، ماشي على جثث انيمالز، ماشي على جثث هيومنز. ليه؟ لازم الكلام ده يتحلل. تمام؟ نبدا بقى نبص عليهم. increased rate of energy transfer. لا انا هجيب الانرجي منين؟ خلاص ما انت بتاخد الانرجي وبتموت بيها ومحدش بيرجعها لي تاني، فخلاص مش هتجيلي تاني يعني. طب increased in the number of top predators. لا بالعكس، ده هو حتى برضو احنا في نفس الحته لسه، مهما اموت فيهم برضو ما اكلتهمش، فبالتالي مش هقدر ان انا اعمل اورجانيزمز جديده اصلا. بالعكس ده ممكن يحصل decreasing في الليفنج اورجانيزمز عامه. البرسنتج بتاعت ان احنا نستيل الايف او ان يبقى في لسه جنريشنز ثانيه، ده هيبقى قليل جدا. طيب faster plant growth. لا
بالعكس، ان البلانت بتعتمد بشكل اساسي على النيوترينتس اللي بتجيبها من السويل. فلما حضرتك تقول لي انا ما عنديش ديكومبوزرز، يبقى انا ايه؟ يبقى انا ما عنديش كمان خلاص بلانت هيطلع، لان انا ما عنديش نيوترينتس. طب اخر حاجه عندي الاكيوميليشن اوف اورجانيك ماتر. هيحصل عندي accumulating للديد بوديز ديت، اجسامنا دي لما تموت هتبدا ان هي تتراكم فوق بعضها، فهتبقى الانسر letter D. طب اللي بعده which of the following process illustrate the rule of the biosphere. هتكلم على الرول بتاعه البايوسفير in influencing the component of the atmosphere. يبقى انا هنا هعمل ايه؟ هتكلم على البايوسفير وعلى الاتموسفير. يلا بينا. طيب plant absorb الكربون دايوكسيد to produce food. البلانت اللي هو البايوسفير اهوت هيبدا ان هو يابزورب الكربون دايوكسيد عشان يعمل الاكل بتاعه. ماشي، دي صح. نكمل الباقي. Rocks crumble due to the growth of large tree. الروكس دي انا بتكلم هنا في جيو، والتريز طبعا دي ايه؟ دي بايوسفير. يبقى انا كده مش دي اللي انا عايزها، عشان انا مش بتكلم على جيوسفير، انا عايز حاجه اتمو وحاجه بايو. طيب evaporation of sea. والله يا عم الحاجه من غير ما اكمل، انت بتتكلم على سي واوشن، يبقى انا بتكلم على هيدرو، وانا مش عايز حاجه لها علاقه بالهيدرو. طيب ground water flow between البورس soil layer. نفس الكلام، انا طالما جبت سيره الجراوند ووتر يبقى انا ايه؟ يبقى انا هيدروسفير، وده مش اللي انا محتاجاه. طيب يبقى الانسر will be letter A، ان البلانتس هتابزورب الكربون دايوكسيد. البلانتس كبايوتيك فاكتور او ك بايوسفير هيبدا ان هو ايه؟ ينتراكت مع السراوندينج اريا بتاعته عن طريق ان هو ينتراكت مع الاتموسفير with absorbing of الكربون دايوكسيد. طيب number 19. يلا بينا. Which of the following organisms represents the link؟ مين فيهم بيعمل linking that returns the matter from the final consumer back to the producer؟ تاني، أنا عندي الكونسيومر الاخير عندي اللي مات خلاص، ما فيش حد قده، بس ربنا هو الكبير عليه، خلص عليه وموته. طب لما يموت ده انا محتاج اطلع النيوترينز اللي عنده، محتاج ارجع كل النيوترينز اللي كانت عنده دي للبرايمري، او سوري بقى مش للبرايمري، للبروديوسر اللي هو مين؟ اللي هو البلانت، عشان البلانت يرجع ياكل ويعمل فود تاني ويطلع لي انرجي تانيه. طيب مين اللي بيعمل كده؟ الديكومبوزرز. طب مين من دول الديكومبوزر؟ تعالى نشوف. الالجي دي اللي هي ايه؟ اللي هي الطحالب، اللي هي بلانت عايش تحت الميه، الاكواتيك بلانتس. دول ايه؟ دول بروديوسرز. يعني ايه كلمه بروديوسرز؟ بروديوسرز يعني بيعمل اكله بنفسه، يعني هو بيعمل فوتوسينثيس بروسيس، فهو مش محتاج اصلا هو مش هيقعد ياكل هو في حاجه ثانيه. تمام؟ طيب الهوك ده ايه؟ الهوك ده بريداتور، ده انيمال وما بياكلش حاجه ميته. طيب الفنجاي الفطريات دي عباره دي ايه؟ بتكون ديكومبوزر. والرابت طبعا ده بيكون ايه؟ ده كونسيومر عادي جدا، ده برايمري كونسيومر طبعا عشان بياكل البلانت. طب انا عايز حد فيهم ديكومبوزر، يبقى انا هختار مين؟ هختار الفنجاي. تمام كده؟ so الانسر will be C، letter C. يلا بينا السؤال اللي لقيته هنا. The accumulation of dead organisms، نرجع تاني، remains over millions of years. لما يبدأ عندي الليفينج اورجانيزمز بتاعتي يحصل لها ديث، خلاص تموت، وبعد ما تموت انا هبدا اعمل لها accumulation لملايين السنين. تمام؟ طيب leads to formation of fossil fuels. مين هي يا عمي الفوسيل فيولز ديت؟ الفوسيل فيولز ديت زي الكول، لما البلانت بيموت وبيتدفن تحت الارض for millions years، اللي بيحصل بيبدا ان هو يتحول عندي للكول، للفحم اللي احنا بنستخدمه، او الاويل دوت اللي هو كان عباره عن aquatic animals، والاكواتيك animals دي كانت عايشه عندي تحت الميه، وبعد millions of years بدات ان هي turns into الاويل. طيب ده معناه ايه؟ لما انا بقى عندي living organism، والليفنج اورجانيزم ده dead، وبعد ما مات after millions of years بدا ان هو returns into coal and oil beneath the earth، تحت الارض خالص. يبقى انا هنا بتكلم على ايه؟ انا هنا بتكلم على البايوسفير اللي هم الليفنج اورجانيزمز، اللي هو اذا كان بلانت او اكواتيك انيمال، وبتكلم كمان على جيوسفير. ليه؟ انا دخلت جوه الطبقات بتاعه الارث. يبقى لو جيت بصيت هنا على التشويسز، the biosphere controls the formation of minerals. ماليش دعوه، البايوسفير ملوش اي دعوه بالفورميشن بتاع المينرالز، ده بالعكس، ده هو كون لي كمان حاجات جديده جدا زي الكول والاويل. طيب the biosphere contributes
to the formation of the lithosphere resources. تمشي، لان انا هنا البايوسفير اللي انا اتكلمت فيها على الانيمالز والبلانتس او الديد اورجانيزمز، والليثوسفير اللي هي كونت لي بعد كده الكول والاويل، فدي تمشي. طب اللي بعده the lithosphere is slowly responsible for the decomposition of the organisms. لا مش هو اللي بيعمل الديكومبوزيشن دوت الديكومبوزرز اللي هم living organisms برضه. طيب the lithosphere is not affected by living organisms. ازاي ده؟ انا كونت حاجات عمرها ما كانت موجوده قبل كده بسبب ايه؟ بسبب ال dead living organisms اللي كانت موجوده عندي من millions years. فالانسر will be B. ليه بي؟ لان احنا اتفقنا ان انا الليفنج اورجانيزمز لما ماتت كونت لي بعد كده طبقه جديده خالص على الارث اللي هي الليثوسفير او الجيو سفير اللي هي هتكون لي الكول والاويل. question اللي بعده 21. يلا بينا. Scientists search for ancient carbon traces in certain layer of sedimentary rocks to estimate the age of the forest that exists in the area. طيب هو عايز يقول ايه بقى من الجمله دي كلها؟ بيقول لي ان الساينتستس علشان يقدروا يعرفوا الايج بتاعه الفورس دي بقى لها قد ايه بنبدا ندور على الكربون. طب انا لما ادور على الكربون ده هيفيدني في ايه؟ ما هو الكربون ده احنا اتفقنا من السؤال اللي قبليه ان الكربون ده بياخد millions of years عشان يقدر يتكون، فانا ممكن لو درست الكربون ده وعرفت هو عنده كام سنه دلوقتي هعرف الفورس دي بقى لها كام سنه موجوده. طيب This scientific activity relies on the fact that تعال نبص ونشوف السنتنس اللي احنا لسه قاريينها دي عملت لي interaction between انهي spheres مع بعضها. يلا بينا. The lithosphere leaks carbon from the atmosphere. هل الليثوسفير هتاخد الكربون من الاتموسفير؟ اللي بعده لسه هنفكر فيه. طب اللي بعده The hydrosphere converts living organisms into rocks. الهيدروسفير ملهاش دعوه، الميه ملهاش دعوه باي حاجه، ما جبناش سيره ميه. طيب The biosphere is what creates sedimentary rocks. طيب اللي بعده Remains of the biosphere are perceived and become part of the lithosphere. وهي دي اصح واحده. طب هي ليه دي اصح واحده؟ تاني انا علشان الكربون دوت يبقى موجود عندي تحت الارض فهو ما جاش غير عن طريق حاجه اسمها كول. مين هو الكول ده؟ لسه قايلين الكول ده اللي هو الفحم. الفحم ده جه منين؟ جه من البلانت، والبلانت ده كان عايش من millions of years واتدفن كون لي الكول اللي بعد كده. اصلا الكول ده عباره عن ايه؟ عباره عن كربون بشكل اساسي. طيب فلما يجي يقول لي دلوقتي ده انتراكشن بين ايه وايه؟ بين الكربون وبين الليثوسفير. طب الكربون ده جه منين؟ هل هو جه من الاتموسفير؟ لا، فعشان كده انا لغيت الاولى عشان هو ما جاش من الاتموسفير اصلا. طب هل البايوسفير بيأثر لي على اي حاجه في سيدمنت روك؟ هل هو بيعمل لي الروك؟ لا، الروك ده اصلا ليثوسفير، والبايوسفير دي الليفنج اورجانيزمز مالهاش دعوه، ما بتعمليش روك. امال بتعمل لي ايه؟ بتبدا ان هي تعمل لي الكول اللي هو بيكون فوسيل فيول زي ما قلنا في السؤال اللي قبليه. فالانسر هنا ويل بي دي. ليه؟ لان ده انتراكشن بين البايوسفير اللي عمل لي الكربون اللي عمل لي الكول والليثوسفير اللي اوريدي اتكون فيه الكول. طيب كده احنا خلصنا بارت 1 في بارت 1، يعني احنا كده خلصنا بارت 1 ان شاء الله المره الجايه هنبدا ان احنا نكمل بقيه الاسئله بتاعه بارت 1 علشان نكون غطينا اكبر جزء من ليسون 1. اشوفكم على خير، سلام عليكم.